إلى وزير المفضل أحمد زكي بدر. طبعا يعني يكاد الأمر يكون أكثر وضوحا مما يستطيع المرء أن يوضحه، وهو أن السيد أحمد زكي بدر لا يكف عن الظهور اليومي في الجرايد علشان يمتعنا بقراراته اللي برضه بدا وكأنها قرارات يعني شديدة الغرابة والعجب، واللي ما شافش عجب هيشوفه مع أحمد زكي بدر. كل يوم أحمد زكي بدر يطلع يقول لنا إيه؟ مسكوا 5 مدرسين بيحششوا في المدرسة وأنا أحلتهم للنيابة. أولا برضو إيه العظمة في إنك أحلتهم للنيابة؟ يعني كان المفروض تعمل إيه يعني؟ يبقى تسقف لهم؟ وبعدين ده كمان يعني مدرسين بيحششوا في المدرسة، ده الحشيش غالي قوي كمان اليومين دول، يعني دول ناس مقتدرة كمان. وبعدين يطلع تاني يوم على طول، تاني يوم ما في يمكن بعد 6 ساعات ظبطنا مدرس بيتحرش بالبنات في المدرسة وحولته اللي مش عارف ايه. بعدها بساعتين يعني تروح مثلا تشرب او لمؤاخذة تروح الحمام وترجع تلاقيه مطلع قرار تاني. وجدنا مدرس عامل CD لطالباته واحلناه اللي مش عارف ايه. فاهم كويس قوي انه انحرافات بعض المدرسين في مصر جزء من الانحراف العام. ما هو في الدكتور اللي كان بيصور لمريضاته، وفي المهندس المرتشي، وفي انما عمرنا ما شفنا وزير الصحة او وزير الزراعة طلع كل يوم يقول لك ضبطنا فلاحا بيحشش في الحقل فحولناه. يعني ايه ليه الوزير فخور كده بانحراف ابنائه؟ ثم مش لافت للنظر شويه انه ده تحطيم لصورة المدرس في مصر. هيبة ايه وكرامة ايه بقى للمدرس ده يقول لك زمان طفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. دلوقتي كاد المعلم ان يكون ملطشة ملطوشة كده. كل يعني هذا الوزير لا عمل له من يوم ما جه غير ان المدرسين ولاد 60 في 70، المدارس بايظه ومعفنه، المدرسين متحرشين، المدرسين حشاشين، وعشان يخلصوا خالص موضوع الكادر يمكن. لكن لما بتقول ده يا اخ السيد الوزير احمد زكي بدر، واللي انا عايز اقوله انه كل يوم بيتضح تماما انه راجل مش سياسي، يعني ده مش شغل راجل سياسي ولا شغل راجل تربوي. وهو وزير تعليم، مش عارف انت وزير تعليم ليه؟ انا قلت لكم عمره ما كتب دراسه عن تطور التعليم في مصر. لكن هذه هي المأساة الحقيقية، ان المدرس المصري اصبح صورته الان مع وزيره الجديد هو المدرس المنحرف والمدرس المهمل والمدرس اللي عايزين نخلص منه. ده يا دكتور زكي بدر ده معناه إدانة للنظام كله اللي انت فرحان بيه ده وبتمثله وبتدافع عنه. ده معناه ان احنا بقالنا سنين بنخلق لنا مدرس هذا شأنه وهذا شكله. طبعا الانحراف المدرسين زي انحراف كل الحياة في كل يعني الشرائح المصرية كلها. يعني انت يقول لك المدرسين يا اخي ما بقاش موجود المدرس بتاع زمان، وبقى في الدكتور بتاع زمان، ولا في اللي مش عارف عالم الفضاء بتاع زمان، ولا استاذ الجامعة بتاع زمان، ولا المهندس بتاع زمان، ولا المقاول بتاع زمان، ولا السباك بتاع زمان. جات على المدرس ما كل حاجة بتاع زمان ما بقتش موجودة. اشمعنى المدرس بقى اللي احنا ماسكين فيه ليل نهار؟ في شيء اسمه الظرف المحيط بالمدرس ده والضغوط على المدرس ده، وفي شيء اسمه نسبة فاسدة ولا شك في المدرسين زي غيرها. لكن ما يبقاش مهمة وزير التعليم هو تدمير سمعة وكرامة المعلم المصري. وسعيد جدا بهذه الحالة الراجل، وكل يوم بيصدر لنا قرارات. قرار رقم 1 نقل 119 مدرس، قرار رقم 2 نقل مدرسة كشرت، قرار رقم 3 نقل مدرسة ضحكت، قرار رقم 4 نقل واد مش في ايه.